ما هو ما ينفعش يبقى موسم وما اعملهوش. وانا كنت زارعه بقى الحته بتاعتي دي خرشوف. بالمناسبه بقى اللي عايز خرشوف يجي ياخده ببلاش ومن غير فلوس، بس قولوا لي الاول عندكم الكوز بيتباع بكام؟ جمعت كده محصول الخرشوف بتاعي كله على الصينيه وتعالى اقول لكم هعمل فيه ايه. فنزلت اشتر كنتوا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه بقى قبل ما نبدا ما تنسوش تدعوا لنا دعوه حلوه كده من قلوبكم وترزعوا اللايك الجميل. هنا فرعون كبير صغير رش الميه وروق المكان وانا ولعت على شويه ميه يسخنوا. وهقول لكم ليه دلوقتي. ودخلت كده على الخرشوف قعدت اورق فيه انا والفرعون الكبير الصغير. لازم يساعدني، ولو جوزك ما ساعدكيش في الخرشوف ما تاكلوش منه. مسكته كده ورقته ونضفته وطلعت الشعر اللي فيه وشلت كده قعره بالسكينه. وهنا كانت الميه غلط حطيت فيها عصره ليمونه ونزلت كده بالخرشوفات بتوعي عشان ياخدوا سلقه وكمان السواد اللي فيهم ده يروح. وتعالوا بقى لما نختبر معلوماتكم الدينيه. اين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي يعرف بقى يكتب لنا في الكومنتات واللي ما يعرفش يقول سبحان الله. المهم بقى مسكت كده كام بطاطسيه مسكتهم قورتهم برده وقشرتهم وظبطتهم عشان هعملها برده محشيه وغسلتهم كده غسله بنت لذين. وبعد كده ما سلقت الخرشوفات بتوعي كده وطلعتهم نزلت بقى بالتانيين. انا عامله شويه صغيرين. هنا فرعون الكبير الصغير قلت له كوبايه الميه حط له شويه ميه نضيف تانيين. قال لي ليه؟ قلت له عشان نسلق البطاطس نص سلقه. وهنا كده جبت البصله بتاعته رحت ماسكاها مقشراها وانا قاعده كده على جذع النخله وهي اللي قعدت لي احود على المالح. ومسكت كده البصلات رحت ماسكاهم وغسلاهم غسله بنت لذين. وخدتهم بقى في الكبه واحده يمين في شمال وشمال في يمين وفوق وتحت تحت فوق. اديله ادي واديله لحد ما فرمتهم. وهنا كده كان البطاطس طلعت بس انا سهيت عنها شويه كانت فيها واحده كده اتهرت بس خدي بالك منها. هنا حطيت البصله خدت تشويحه مع شويه فلفل اسمرين مع شويه ملحون ونزلت كده باللحمات المفروكات وشويه كده من البهارات ديت. مطرتهم بقى بفلفل اسمر وملح والسبع بهارات وشويه من بهارات اللحمه حبه صغيرين كده ما تكترش عشان ما يعملكش مراره في الاكل. خدتهم برده واحده هوبا دربكه شقلباص ده بكيك وشقلته كله في قلب بعض. وهنا عشان نعمل البشاميل حطيت الكسرونه بتاعته شويه زيت وحته سمنه ومسكت كده شويه الدقيق لغوصتهم كده لغوص في قلب السمنه وشويه حليب من بقره شبعانه وشويه ملح وفلفل اي بهارات عندك ممكن تحطها وشويه جبنه شيدر. اول حاجه نمسكه دي ايه؟ وكتاب الله اقعد. بصوا يا جماعه معايا زي ما نعرفكم. هنجيب الطاسه بتاعتي او الصينيه بسم الله وتحط كده في الطاسه. هحط شويه بشاميل. هتاخد بقى الطاسات بتوع البشاميل وترصهم جنب بعضيهم. ماشي يا باشا. اخوه كده مترصين. وهنعمل كده نسوي بالمعلقه ويلا ضيف اللحيمات اللذيذات الجميلات. نحط اللحمه المفروكه كده نرصها واحده واحده. رصه بنت لذينه. وتحطي بقى الخرشوفات بتوعك وتحطي فيهم شويه بشاميل وتحطي عليهم اللحمه المفروكه وتغطيهم بشويه بشاميل من فوق شويه جبنه اي نوع جبنه عندك ممكن تحطيه. هتاخد الاول شويه من البشاميل ونفردها كده. هتاخد بقى البطاطسايه واحده كده والثانيه اختها جنبها. وهنا بقى دخلنا على البطاطس. حطينا البطاطس برده شويه بشاميل تحتها وشويه في البطاطسايه نفسها وشويه اللحمه المفروكه ونزلنا بشويه البشاميل على الوش. اقول لك على نصيحه تعمليها زودي البشاميل على قد ما تقدري على الوش وروحوا الله معك. بسم الله نعمل لهم لايك. وهنا البريم بتاعي كان بيلغلغ بيغلي. ده بقى الشكل النهائي يا ولاد. بصوا الطعامه والحلاوه وبصوا الخرشوف والحديد اللحمه والحديد وهيصه. ونقول بسم الله كده ونشوف شكل البريم بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. الله بصوا الحلاوه والشياكه يا ولاد. ننزله كده بحته سمنه فيه حته كمان وخد زيت رفيع عشان ينزل في قعر البريم كده يعمل له قعر احمر ممتاز. ونغطوه والفرن نرجعوه ونقول له بسم الله روح الله معك. ايدي بسم الله اتفضل. شوفوا كده الوش بتاع الرز ده كده. بسم الله واحده ناخد حته خرشوفه بقى كده. بصوا الجمال والحلاوه واللذاذه والطعامه. الله ادخل بقى على بطاطس. وريني البوتيتو بقى كده. بصوا البطاطس دي المحشيه بشاميل كده باللحمه المفروكه. بسم الله. تسلم ايدك يا اشطر كتكوت. بالهنا والشفا. ولو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش اللايك والكومنت والشير واتمنى لنا من قلبكم الخير. سلام عليكم.